أهم المهارات اللي لازم تكون عند مهندس الميكانيكا. طبعا السؤال ده بيشغل بال ناس كتير، وأنا هنا هتكلم بشكل متخصص أكتر عشان أنت كمهندس ميكانيكي تبقى عارف لو فعلا عايز وظيفة أحلامك إيه هي النقط الأساسية اللي المفروض تكون عندك، والكلام ده من وجهة نظر المتواضعة وبناء على التحدي الكبير في سوق العمل دلوقتي. للناس اللي أول مرة تشوفني، أنا مهندس ميكانيكا شغال في التصميم الميكانيكي من 2016. اشتغلت في شركات كبيرة الحمد لله، واشتغلت في أكتر من بلد كمان، وحاليا إليت أبليكيشن إنجينير. والتايتل ده أقدر أقول في حوالي 30 واحد على مستوى الشرق الأوسط أو أقل، وعلى مستوى العالم في منهم 400 واحد أو أقل. وعشان توصل انك تبقى إليت أبليكيشن إنجينير بتحتاج الأول انك تكون اكسبرت ميكانيكال ديزاينر، وطبعا بتاخد شهادات في كل فروع الديزاين زي الشيت ميتال والويلدمنت وغيره من كل الفروع. يعني مش الهدف النهارده ان نتكلم على الإليت أبليكيشن إنجينير، بس انت تبقى عارف ان انا واخد شهادات في الفلو سيميليشن، واخد شهادات في الفايل داتا مانجمنت، واخد شهادات في معظم السوفت وير اللي بتقدمها داسو سيستم. اللي بحاول اوصله انك كإليت ابلكيشن انجينير الموضوع بس مش متوقف انك ديزاينر، الموضوع اكبر من كده بكتير، وكمان بتاخد سيرتيفيكت ليها علاقه بالتكنيكال سبورت وازاي تتعامل مع العملاء. غير ان الحمد لله بقالي تقريبا 5 سنين بشتغل كونسلتنت لاكبر الشركات الصناعيه بطبيعه شغلي يعني. فانت بتحاول تشوف الشركات والمصانع دي ايه العيوب الهندسيه اللي موجوده، وبنحاول نحسن العمليات الهندسيه المختلفه، وطبعا بنعرض عليهم برامج تقدر تحل مشاكلهم وتحسينات مستمره للتصميم اللي بيصمموه، وللفريق اللي شغال في التصميم ده كمان بنعلي الليفل بتاعه عن طريق التريننجز المختلفه. فالشركات دي عباره عن شركات كتيره جدا في مجالات مختلفه زي الاوتوموتيف، الايروسبيس، الهيفي ماشينز، البرودكت ديزاين وغيره من الشركات الكبيره جدا. فانا هحاول اقول لحضرتك الخلاصه، يعني بعد كل النقط دي كلها انا هقول لحضرتك الخلاصه وايه النقط اللي لازم تركز عليها لو حابب فعلا ان الشركات الكبيره تدور عليك باذن الله. نقطه صغيره بس حابب ان انا اوضحها، 10% بس يا جماعه من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي عاملين سبسكرايب. لو حضرتك استفدت قبل كده مني في حاجه، او لو لقيت نفسك استفدت في حاجه الفيديو ده، بلاش تقفل من غير ما تعمل سبسكرايب او لايك، عشان زكاة العلم نشره، وانت بتساعدني ان اوصل لعدد اكبر، وانت كمان بتساهم في موضوع نشر العلم ده. فاوعدك باذن الله كل حاجة هتنزل هنا هتستفيد منها بشكل كبير. خلينا نخش في الموضوع. وانا عارف ان الجامعات مش بتعلمنا كل حاجة احنا محتاجينها في سوق العمل، بس انا قلت الجملة دي قبل كده، الكلية دورها تعلمك ازاي تبقى مهندس، انما مش دورها انها تعلمك الهندسة بشكل كامل. الهندسة موضوع عام جدا وشامل لنقط كتيرة جدا. دور الكلية الاساسي بالمعلومات اللي انت بتاخدها في الكلية والمواد اللي انت بتاخدها انها تديك الاساسيات وتأسسك كمهندس. انت دورك بعد كده انك تشتغل على نفسك وتطور مهاراتك عشان تقدر توصل للمكان اللي انت عاوزه. انا هنا هكلمك بامانه عن وجهه نظري الشخصيه، وان شاء الله انا مش هخبي عنك اي حاجه هتفيدك. النهارده احنا هنتكلم عن 12 نقطه اساسيين. ال 12 نقطه دول باذن الله هيخلوك من التوب نوتش. هنقسم ال 12 نقطه دول لاربع اقسام. القسم الاول هنتكلم فيه عن التكنيكال سكيلز، القسم الثاني هنتكلم فيه عن الفيوتشر سكيلز، القسم الثالث هنتكلم فيه عن البيرسونال سكيلز، القسم الرابع هنتكلم فيه عن الماركتنج سكيلز. ما تستغربش قوي من الماركتنج سكيلز، بس استنى لحد الاخر عشان تفهم الصوره كامله ان شاء الله اللي هنقولها في الفيديو. ما ينفعش تفوت الفيديو ده لو انت مهندس ميكانيكي، الكلام ده باذن الله هيفيدك جدا والله. القسم الاول اللي هنتكلم عنه التكنيكال سكيلز. اول مهاره معانا لازم تكون موجوده عندك لا غبار على الكلام ده، ديزاين يوزنج 3 دي كات سوفت وير. ما ينفعش تكون مهندس وما بتعرفش تستخدم برامج التصميم. وانا طبعا هتكلم عن اسهل واحد تقدر تبدا عليه وهو سوليد ووركس. انا هنا في القناه شرحت كورسات اسينشال، شرحت كورسات شيت ميتال، ويلدمن، وبشرح تيبس وتريكس. لو انا مثلا مش عاجبك دور على اليوتيوب هتلاقي الشرح مليان وكل الناس بتتكلم عن الموضوع ده. بس معلومه صغيره عشان الناس شفتها كذا مره بتعلق على الموضوع ده، يا جماعه انا بحاول انزل محتوى شرح على قد ما اقدر بسبب ظروف شغلي وظروف الناس انا بعزهم. انا ما اقدرش ان انا انزل تفاصيل اكتر من كده، انا بحاول بس اديك الخلاصه وادي الناس اللي هي عايزه تبدا في المجال مش عارفه تبدا ازاي، بمشي معاهم خطوه بخطوه. الكورسات دي مش للناس المتخصصه،
هي بس مجرد للناس اللي هي عايزه تبدا. الناس اللي لها خبره ممكن تاخد مثلا الخلاصه من الكورسات، لو عايزه تراجع من الكورسات دي على معلومات معينه تقدر تستفيد منها من الكورسات دي. ده اللي انا كنت حابب بس ان انا اوضحه. المهم نرجع للنقطه تاني. اساسي تكون بتعرف تستخدم سوليد ووركس، لازم تكون بتعرف ترسم الاجزاء الميكانيكيه المختلفه، بتعرف تشتغل على الاسمبلي وازاي تقدر تجمع الاسمبليز المختلفه، ازاي تقدر تعمل تكنيكال دروينج، ال2 دي دروينج من الاجزاء اللي عملتها، وازاي من التكنيكال دروينج تقدر ترسم ال 3 دي مودلز بتاعتك، ازاي توضح في ال2 دي دروينجز التوليرانس المناسبه على الرسومات عشان تقلل اخطاء التصنيع. لازم تكون عارف الفروقات بين صيغ الملفات المختلفه زي ستيب، اي جي اس، تي اكس اف، اس تي ال والدي دبليو جي والدي دبليو جي. لازم تكون عارف الاختلافات ما بين كل نوع من الفايلز دي لان انت هتستخدمها بشكل يومي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده الاساس، ده كده رقم واحد عندك. النقطة الثانية والاساسية برضو السيموليشن. يفضل طبعا انك تستخدم برامج زي السوليد وركس سيموليشن او غيره من البرامج، بس انا طبعا بفضل سوليد وركس سيموليشن. وزي ما معظمنا عارف ان الطريق ده منقسم لطريقين، الاف اي اي والسي اف دي. لازم تكون بتعرف تشتغل وتعمل سيموليشن تيست على اي واحد من الاثنين او الاثنين. الفكره انك بس مش هتدوس على الازرار وخلاص، الفكره انك عايز تعرف المعنى والنتيجه بتاعت كل نتيجه انت بتوصل لها دي، وازاي تحسن النتيجه دي عشان توصل لافضل نتيجه ممكنه. كل واحد يختار المجال على حسب ميوله الشخصيه. انا مثلا اكسبرت في الفلو سيميوليشن ومش مهتم قوي بصراحه بالاف اي اي، بميل اكتر ناحيه الحاجات اللي فيها الفلو سيميوليشن والهيت ترانسفير، الفلويد داينامكس. انا بميل اكتر للناحيه دي بصراحه. النقطه الثالثه، لازم تكون فاهم جدا عمليات التصنيع والميكانيكال ديفينيشنز المختلفه. اتكلمت قبل كده في الموضوع ده وهسيب لك برضو اللينكات في الديسكريبشن. لما تيجي تصمم حاجه انت بتسال نفسك ينفع اصنعها واصنعها ازاي، وايه التكلفه المحتمله، ولازم تتعلم ازاي تطبع على ال 3 دي برينترز. لازم يكون عندك معلومات على تشغيل السي ان سي، البلاستيك انجكشن، الشيت ميتال فابريكيشنز، والويلدنج تكنيكس. كل ده انا بتكلم حضرتك دلوقتي، كل ده اساسي. انت متخيل؟ النقطه الرابعه، لازم تكون بتعرف تستخدم الميجرنج تولز والاسمبلي تولز زي مثلا الفارنير كاليبر اللي الناس بتقول عليه البوكليز. لازم تكون بتعرف مثلا تستخدم الدريلز، الالين كيز، تكون بتعرف تركب بايدك الاجزاء المختلفه، ولو تعرف تلحمها لو امكن يبقى كتر خير الدنيا يعني. فالحاجات دي من ضمن الحاجات الاساسيه، المهارات اللي هي مهارات الورش او المهارات العمليه يعني. النقطة الخامسة، عارف ان الناس ممكن تستغرب النقطة دي، بس انت لازم تكون بتعرف شوية برمجة. احنا في 2025 على الاقل تكون عارف اساسيات البايثون او الماتلاب. مجرد بس انك تكون عارف الاساسيات مش اكتر، ده هيفتح لدماغك مجالات اكتر في الشغل، وانا متأكد ان انت اكيد هتستخدم الحاجات دي كمهندس ميكانيكا. كده خلصنا القسم الاول وندخل على طول بدون مقدمات القسم الثاني اللي انا بقول عليه الفيوتشر سكيلز. النقطة رقم 6 معانا، لازم تكون بتعرف تستخدم الاي اي. والموضوع يا جماعة مش موضوع ترند، الموضوع دلوقتي بقى واقع. واتكلمت في اكتر من فيديو على الموضوع بتاع الاي اي، وهل الاي اي هيستبدل مهندسين ميكانيكا ولا لا، وايه الحاجات اللي يقدر يدخل فيها. بس فعليا انت لازم تستخدم الاي اي كل يوم. الموضوع ده هيعرض عليك افكار افضل، وهيساعدك بشكل كبير في انك ترد على الايميلات مثلا بشكل محترف، وغيره من الحاجات اللي بيقدر يوفرها ليك الاي اي بسهوله. النقطه اللي بعد كده، النقطه رقم 7، حبيت احطها في الفيوتشر سكيلز، وهي الديزاين اوتوميشن. يا جماعه الموضوع والله اساسي. انا منزل لحضرتك كورس درايف وركس اكسبريس فور فري، وبنزل موضوعات عن الدرايف وركس كل شويه، لان موضوع الديزاين اوتوميشن ده هو المستقبل. لو حابب تاخد الكورس الخاص بدرايف وركس سولو، انا رفعت كده الكورسات المهمه على يوديمي، هسيب لك كوبون بخصم 50% في الديسكريبشن لو حبيت تزود مهاراتك في الموضوع ده. بس خلاص انت لازم تبقى عارف ان الديزاين اوتوميشن تولز دي بقت اساسيه للمهندسين وخصوصا اللي شغالين في مجال التصميم. خلاص الحاجات دي بقت اساسيه للمهندس ان هو يعمل اوتوميشن للتصميمات، للدروينج، للدوكيومنتس، للايميلات، للكوتيشنز. كل ده بقى المفروض ان هو يكون اوتوماتيك، لان هو شغل متعاد اكتر من مره وبتاخد وقت كبير جدا. الشركات بتضيع وقت كبير جدا في تعديل التصميم. الكلام ده ما بقاش مقبول. فما بقاش حد يعني هيستناك اسبوع عشان تعدل التصميم اللي هو اوريدي انتوا متوقع ان انتوا تعدلوه بشكل مستمر يعني. فالشركات دلوقتي بقت عايزه حلول سريعه، ما بقتش عايزه
تضيع وقت في تعديل التصميم كل شويه. فديزاين اوتوميشن بجد فيوتشر سكيلز. النقطة رقم 8 السيلف ليرنينج. مفيش مهندس بيبطل مذاكرة، طول الوقت لازم تكون مطلع على الحاجات الجديدة، تحضر ويبينارز، تقرا مقالات علمية في مجالك. المهم انك تحاول طول الوقت تكون متابع للي بيحصل في المجال بتاعك. نقطة انا عارف ممكن ناس كتير تكون بتغفل عنها، بس صدقني النقطة دي مهمة جدا جدا. ندخل بعد كده للقسم الثالث وهو القسم البيرسونال سكيلز. النقطة رقم 9 يا جماعة البرزنتيشن سكيلز. الموضوع ده مهم جدا جدا. انت مش هتشتغل لوحدك كمهندس. شطارة المهندس انه يعرف يشتغل في وسط تيم. لازم أن تكون بتعرف تتكلم مع مديرك ازاي، زميلك ازاي، المورد ازاي، الفني ازاي. كل الناس دي ليها طبقات علمية مختلفة، ولازم ان انت كمهندس يكون عندك المهارات اللي تخليك تعرف تتعامل مع كل الانواع دي. تعرف تتكلم بثقة مع اي حد، تعرف تشرح افكارك، تعرف تعرض المعلومات، وخصوصا لو تعرف تعرض المعلومات اللي عندك بالباوربوينت بشكل احترافي. اظن انا عملت لك فيديو ازاي تعمل برزنتيشن من الالف للياء، شرحت فيه من اول الفكرة للتنفيذ. والله انا ما شفت حد اتكلم في الموضوع ده قبل كده، ومحدش هيديك المعلومات اللي موجودة في الفيديو ده. انا مش بعلمك ازاي مهارات البرزنتيشن والباوربوينت، انا بعلمك ازاي فعلا تبني برزنتيشن بروفيشنال. حد كان باعت لي عن الفيديو ده بيقول لي هندسه الفيديو طويل جدا. يا فندم انا ما اقدرش اديك نص معلومه، ما دام هشرح الحاجه يبقى اشرحها زي ما الكتاب ما بيقول، او لا هي دي الطريقه اللي انا برضي بيها ضميري. والحاجه دي ليها ناسها اللي عايزه فعلا تقعد تركز وتستفيد هتستفيد ان شاء الله. فندخل على النقطة رقم 10. النقطة رقم 10 المهندس لازم يكون مبدع ويكون عنده القدرة على حل المشاكل. هتعمل دي ازاي بقى؟ لازم تكون على علم ودراية مستمرة، تستخدم الاي اي وتتناقش مع الناس اللي عندها خبرة في المجال بتاعك ده او المجال اللي انت عايز تسأل فيه. ولو عندك افكار معينة حاول برضو تتناقش مع الناس اللي ليها خبرة. المهم ان انت طول الوقت انت بتحاول تنمي الملكة دي. لو عندك مشكلة في الشغل بتحاول تتناقش، لو عندك مثلا حلول عايز تعرضها على مشاكل معينة لازم تتناقش فيها مع الناس المختصة عشان يدوك آراء عن الأفكار اللي انت بتعرضها، وده هينمي عندك التفكير خارج الصندوق يعني. النقطة رقم 11 انك تكون تعرف تدير وقتك وتكون شخص مالتي تاسكس بيرسون. غالبا هتكون شغال في اكتر من مشروع في نفس الوقت، فانت مهم جدا تكون بتعرف تنظم وقتك وبتنظم اولوياتك. وانا برضو اتكلمت يا جماعه والله في النقط دي. انا كل اللي انا بحاول اعمله ان انت كسكيلز تطور مهاراتك كمهندس. الكلام ده انا اتكلمت فيه بالتفاصيل في فيديوهات اكبر من كده بكتير، فحاول ترجع للكلام ده. والحاجات دي من ضمن الاساسيات والحاجات المهمه اللي لازم تكون عندك. الجزء الرابع معانا والاخير الماركتنج سكيلز. كل استغرب لما قلت في البدايه الماركتنج سكيلز، بس انا كان قصدي ما ينفعش تكون مهندس شاطر وعملت كل النقط اللي اتكلمنا عليها دي وما بتعرفش تسوق لنفسك. دي مشكله كبيره. دي النقطه رقم 12، انك تعرف تسوق لنفسك. يبقى عندك سي في ممتاز، يبقى عندك بورتفوليو للبروجكتس بتاعتك، يكون عندك لينكد ان وتضيف كل اللي مهتمين بمجالك. انا هسيب لينكد ان بتاعي برضو. ان انت يكون عندك كونكشنز كتير وتكون اكتف على لينكد ان وبتشارك الناس معلومات طول الوقت وبتتفاعل. الموضوع ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا. لو انت عملت ال 12 نقطه دول، انا حاولت ان انا اكون صادق معاك والله على قد ما اقدر، بس لو عملت ال 12 نقطه دول اهلا وسهلا بيك، انت كده سوبر انجينير. والشركات صدقني هي اللي هتجري وراك. النجاح في الهندسه الميكانيكيه مش مجرد شهاده او برامج هتتعلمها، هو ميكس كده من المهارات اللي عندك والشغف وقدرتك على التعبير وقدرتك على الابداع، وكل الكلام ده كله ميكس كده مع بعضه. فانت ابدا من دلوقتي حتى لو بخطوات صغيره. اللي بيتعب ويتعلم صدقني هو ده اللي هيوصل. لو لسه مكمل لحد دلوقتي ما تنساش تعمل سبسكرايب وتقول لي رايك في الفيديو بامانه في الكومنتات. ولو حابب تعرف عن حاجه معينه برضو عرفني في الكومنتس. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.